قال الله عنهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فأنت تلحظ أنهم لما ذكروا الشر نسبوه إلى ما لم يسمى فاعله. لم يقولوا وأنا لا ندري أشر أراد بهم ربهم، لكنهم أتوا بها ما يسمى عند النحاة إلى الفعل الذي لا يسمى فاعله، أي بنوه للمجهول. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فلما ذكروا الرشد والخير والفضل والصلاح نسبوه إلى رب العالمين. أم أراد بهم ربهم رشدا. والأدب مع الله، قال بعض أهل العلم، هو الدين كله. الأدب مع الله هو الدين كله، كما قال الخليل عليه السلام: قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. فنسب الكل إلى الله. لما ذكر المرض ذكر الداء، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب الشفاء إلى الله والمرض إلى نفسه، مع علمه أن الداء والمرض لا يكون إلا من عند الله، لا يكون إلا من عند الله. لكن كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم نقول في دعائنا: ربنا الخير كله بيديك والشر ليس إليك. الخير كله بيديك والشر ليس إليك. ولذلك مما يقع فيه بعض الناس إذا دعا قال: اللهم يسر ولا تعسر. الأولى أن يقول: اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. والمقصود أن في هذه الآيات دلالة على أدب الجن مع ربهم تبارك وتعالى.